العافي محدش بياكل لقمته، وزي ما قال وينستون تشرشل: اوعى تتفاوض مع النمر طول ما انت راسك جوه بقه. وطبقا لقانون الغابه اللي احنا عايشين فيها، الحق والصح دايما في ايد اللي ماسك السكينه، ولو اللي قصاده ماسك مسدس خلاص الحق ما بقاش معاه. فمغزى الكلام اللي اتقال ده كله انك لو حابب تعيش في سلام محدش يجي عليك ولا يأذيك، لازم تبقى اقوى واحد. وده اللي شفناه عملي لما مصر رفضت المخطط الامريكي للتهجير بكل شفافيه وصرامه ووضوح، لا لدرجه تهديد اقوى قوه عسكريه في العالم بنقض معاهده السلام والتدخل العسكري في القطاع اذا لزم الامر. طبعا زي ما كلنا شفنا الفتره اللي فاتت، محاوله الكيان في جعل القطاع مكان غير ادمي مفيش اي انسان يقدر يعيش فيه، فبيجبر شعب القطاع على اختيارين ملهمش تالت: يا اما تهربوا من الموت وتعيشوا حياه كريمه بره القطاع في مصر او الاردن وتنسوا القضيه دي للابد وتبقى انتهت، او عندكم الخيار التاني ان انتوا تفضلوا في القطاع وتفضلوا في ارضكم، ولكن الموت هو الرفيق الوحيد اللي هيبقى ليكم. الموت من القصف، من الجوع، من العطش، من المرض، وفي النهايه هيتم السيطره على القطاع وتنتهي القضيه للابد. لا مش بس كده، ده شعب القطاع ذات نفسه هيتحولوا لاداه ووسيله صريحه للتوسع الاستعماري بان هم يقدروا يسيطروا على الاراضي المصريه والاردنيه في المستقبل، ولتثبت مصر للعالم كله ان هي رائده المنطقه، وان كلمتها واحده ومحدش بيأولها لها، وان هي الداعم والدرع الاول والاقوى لشعب القطاع والقضيه، وان طار المصريين من حرب 48 56 67 والاستنزاف واخيرا 73 لسه حي. ولادك وارضك يا مصر اللي الكيان استباحهم واستباح حق الشعب المستضعف، الكيان اللي هيفضل طول عمره العدو الاول والاخير لينا. ومصر مش بس هتمنع التهجير وتخلي شعب القطاع في ارضه، لا ده مصر هتعمر وتبني وهترجع الهدد وهتشغل الترس من اول وجديد، وهتفضل القضيه صاحيه ومستمره طول العمر لغايه لما الحق يرجع لاصحابه. فتخيلوا معايا كده، لو مصر ما كانتش بالقوه الكافيه لمجابهه اقوى بلطجي في العالم، هل كان صوتها هيتسمع؟ هل كان هيتاخد برايها اصلا؟ ولا كانت هتستقبل شعب القطاع المهجرين بالامر؟ مصر لا هي مكسور عينها ولا بتدفع اتاوه وجبايه للبلطجي اللي بيحميها، ولا فيها قواعد عسكرية أجنبية من أكبر بلطجي بيبث في شعبها الرعب والخوف. ولأن البلطجي الكبير ده عارف إن البلد دي والشعب ده أهل حرب وأهل قتال، وإن ياما دقت على الراس طبول، ما قدرش ياخد المغامرة وإن هو يواجه الأذى ده. ولولا قوتك يا مصر وقوة جيشك وشعبك ما كانتش الفرصة الذهبية للتهجير وحل القضية دي هتتفوت. أنسب فرصة على الإطلاق للكيان والأمريكا إن هم يريحوا دماغهم من صداع القضية والمقاومة للأبد. تعيش يا مصر وانتي سيدة قرارك، وانتي رائدة منطقتك، وانتي أم الدنيا، وهتفضلي طول عمرك قد الدنيا. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.